لقيت كارت شاشه 3080 بنص السعر، هل ده نصب؟ شوف انا هجيب لك الخلاصه والنصاب بينصب ازاي عن خبره سنين. اول حاجه النصاب هيطمنك ويبعت لك صوره بطاقته وهيوريك فيديوهات تيست للكارت اللي بيبيعه، وهيكلمك كلمتين انجليزي على عربي هيحسسك ان هو ابن ناس ومستحيل ان هو ينصب عليك، وهسمعك ريكورد لنصاب من ارض الواقع. لا، البري بيمنت خليها من 25 ل 50%، عشان انا كده كده هبعت لك الكارت وهستنى 4 ايام او اسبوع لحد ما استلم الفلوس، فاهم؟ وانا محتاج الكاش يعني لا اكتر ولا اقل. طبعا انت عارف الماركت بليس يعني فيريفايد سيلر، وعايز ضمانات وات ايفر خدها، يعني الموضوع ما فيهوش موضوع سيف، يعني اكستريملي سيف. اداك الثقه صح، وممكن كمان يقول لك حتى لو انا نصبت عليك هتبلغ عني مباحث الانترنت وهتجاب، يعني بياكد لك 100% ان هو مش نصاب. ازاي بقى تعرف ان هو نصاب؟ اول حاجه هيطلب عربون فلوس 1000 او 2000 جنيه، وهينزل بعد كده يشحن لك الكارت مع شركه شحن، هياخد الفلوس من هنا ويرزعك بلوك. تاني حاجه هيقول لك ان هو من منطقه بعيده، يعني انا مثلا من القاهره وهو من منيا، يعني مش هعرف اقابله، بس انت لو دخلت كلمته من اكونت تاني وقلت له ان انا من منيا هيقول لك انا من سوهاج، يعني غير مكانه في ثانيه. تالت حاجه صوره البطاقه اللي هو بعتها لك، قول له تصور بيها فيديو حطها جنب وشك، هيرفض، وده لان البطاقه اللي كان باعتها مش بتاعته. رابع حاجه ودي جديده عليا وبتحصل الفتره دي، بتاخد صوره النصاب ده وتنزلها على اي جروب عشان تسال عنه، وتلاقي كل الكومنتات الراجل ده مضمون وثقه، وفي الاخر الاكونتات دي كلها بتكون فيك، فمحدش يبعت عربون نهائي على اي شخص بيبيع منتج على الماركت بتاع الفيس او اي جروب. شغله النصاب بيضحك على الطماع، فما تخليش نفسك فريسه لحد.